بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صباح الخير يا حبايب قلبي. انتوا عارفين النهارده الخميس دي يعني احنا عندنا كده فيديو مشتريات. قلت اما اقوم كده هنا حاطه اكل الطيور بتاعي اهو. ده اكل الطيور بتاعي اهو، عيش على الهفس اللي احنا بناكل منه كده، عشان هطلع اكل الطيور. وقلت ما اروق المطبخ رواق كده، عملت الازاز بتاعتي وغسلت الاطباق بتاعتي وغسلت الحاجه اهو، ومليت الكلمة ومسحت الرخامة مع نفسي كده، لأن انتوا عارفين إن أنا ما بنش التصوير. وقلت المسائل الأرضية بقى كده، قلت المسائل الأرضية وخلصتها ومسكت البوتاجاز ما شاء الله بتاعنا. وشوفوا مخليه بيض ازاي، شجعي كده وقومي وكده اهو بالماء الشكل وتجيبي الزوايا بتاع المطبخ كده. هنا جنب البوتاجاز هنا بقى حاجة برضه عايزه اشيل الورق ده وعايزه اغيره، لان انا ما غيرتوش بقاله سنه اهوت معايا او اكتر من قبل ما افتح القناه. قلت عايزه برضه كده اعمل شويه نكشه كده قبل. شوفوا مسكت الرخامه بتاعتي روقتها ونضفتها، والمطبخ ده الدولاب بتاعته بمسحها برضه وببقى مش ايدي عليها كده اهو، بنمشيها كده مشيها كده في زوايا المطبخ كده. اخلص بقى المطبخ خالص عشان هنضفه تحت الخط كده هاتي. وعايزه برضو اقفل الحته دي كده بستاره، عايزه اعمل شويه حاجات تغييرات كده خفيفه كده. هخلص بقى اخلص. انا قلت بس نشجعكم لان لسه الحمام بتاعي برضو عايز يتمسح مسحه حلوه اهو. الحمام بتاعي هو عايزه برضو تسقيه حلوه كده، عشان برضو قبل ما انزل السوق، لان انا بنزل السوق وبطلع ما ببقاش قادره اعمل اي حاجه والله. هخلص بقى مع نفسي كده وامسح الحته واروقها عشان اخد اخر الطور بتاعه واطلع اتكلم. بسم الله ما شاء الله. خلصت المطبخ اهو ما شاء الله. شوفوا الارضيه بقت بتضوي ازاي، شوفوا اهو. حطيت المقشه كده بعد ما خلصت تسيق في الشباك عشان تنشف، وطلعنا الاكل بتاع الطيور وبنتي خدته وطلعته اهو. شوفوا المطبخ. وغسلت الحنفيات بتاعتنا وغسلت الحوض وغسلت الحنفيات بتاعت الدش وروقت الحمام اهو. شوفوا الحوض، شوفوا الحوض بيضوي ازاي. ده شفشق حطاه كده في ميه. شوفوا الحنفيات خلصنا خلاص اهو. الحمام بتاعنا خلص اهو برضه اهو. افرش بقى الارضيات بتاعتنا عشان انزل السوق ما شاء الله. شوفوا الحته. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا بتاع النهارده عجبكم ودعمونا كده باللايك. انا قلت ما اعمل شاي كوبايه شاي بقى كده قبل ما انزل، عشان اخد سندوتش جبنه وكوبايه شاي عشان انزل السوق. وما اجي من السوق ان شاء الله هوريكم انا عملت ايه. وتكون برضو البنات فرشت ارضيه المطبخ وحطت فرشه في الطرقه بتاعت الحمام عشان اوريكم برضو بقيه مشترياتنا وحاجاتنا النهارده، فيديو المشتريات. ويا رب يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، وما تنسوش باللايك وبالاشتراك والسلام عليكم. حبايب قلبي اهوت الحتتين وانا نزلت السوق اهو. جبت شويه الطلبات دي ربنا يرحمنا برحمته على الغلاء اللي في السوق. اكلوا البصل ده هو. شوفوا يا حبايب قلبي بجد الحاجات في السوق نار النهارده. الجو فيها لقيت عربيه جايه بتبيع كده معلنا من الفاكهه. الوقت الفاكهه هتبقى مع بعضها. الكيلو البصل ب 25 جنيه الكيلو ده هم، بس الكيلو ب 25 جنيه. والطماطم في اللي بيبيع الاثنين ب 35 وفي اللي بيبيع الكيلو ب 20. انا جبت الاثنين ب 35 اهم بالمنظر ده اهي، يعني مش وحشه ما شاء الله جميله. وجبت ب 15 جنيه فلفل على الشطه اهو ده كيلو. وجبت عشان اجمد ال 20 جنيه جبت ب 5 جنيه ليمون. دول ب 5 جنيه ليمون. يبقى احنا جبنا فلفل على شطه وليمون. وجبت ب 10 جنيه بطاطا. الطماطم بجد انا ما جبتش طماطم النهارده للطبيخ زي ما انتم متعودين معايا. وجبت يا حبايب قلبي لقيت عربيه جايه بتبيع الجوافيه ب 10 جنيه. جبت ضمن ب 20 جنيه. قلت ما نفعوش للاكل ينفعوا للعصر. وجبت مانجا، المانجا ب 35 جنيه. جبت كيلو ونص. وجبت بلح اسمر اللي هو البلح الرطب ده الكيلو ب 25 جنيه. جبت كيلو ونص برضه. وجبت سلك المواعين اللي هي السلكه دي
زي حبايب قلبي جبت ب5 جنيه سلك الموعد، وجبت ب2 جنيه كمون، وب2 جنيه فلفل اسمر، وب2 جنيه كزبره. كمون وكزبره فلفل اسمر زي ما انتم متعودين معايا. والسمك ده اهو، جبت سمك النهارده جبت 30 جنيه، جبت 2 كيلو. 2 كيلو ب60 جنيه. ودي بس المشتريات اللي انا جبتها من السوق للاسبوع يا حبايب قلبي. فانا قلت ايه يعني ايه لما لقيت الاسعار غاليه، وبجد السوق كله طينه وكله عكه بسبب الرياح بتاع دانيال، ولا ايه عاصفه دانيال دي يعني. نزلت هنا ببلدنا امطار غرقت الدنيا، مغرقه الدنيا، وما احناش عارفين نمشي ولا نتحرك ولا نروح ونيجي. فانا قلت اما اجيب الاساسيات بتاعه الاسبوع اللي هي طماطم، بصل، فلفل، ليمون كده. وجبت لهم بالمره طليان الفاكهه ده، وجبت البلح وجبت المانجا وجبت الجوافه. قلت الجوافه ان ما فاتش الاكل تنفع للعصير، والمانجا بقى زي ما انتم عارفين كده عصير. والبلح قلت ايه ياكلوا منه كده، هم يحبوا ياكلوا البلح. وان شاء الله في وسط الاسبوع نزلت اجيب سمك او نزلت اجيب اي طلبات هجيب بقى طلباتي. بس انا قلت ايه اما اجيب شويه الطلبات بتاعت الاسبوع دي يعني. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، وما نشوف على مدار اليوم احنا هنعمل ايه. وبرضه احنا مع بعض، لان عاوزه اعمل لهم صينيه كيكه يفطروا بها ويتعشوا بها، لان احنا ما عادش عندنا عيش. عاوزه اعمل لهم صينيه كيكه او اعمل لهم اي حاجه يفطروا بها، معجنات او اي حاجه. وهنشوف برضه انا هوصل لايه وايه، وده احنا مع بعض. والغدا بتاعنا انا هجهزه بقى مع نفسي سريع سريع كده. هشوي السمك واعمل لهم شويه رز ابيض وسلطه ومخلل وكده، وهنمشيها ان شاء الله. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، وما تنسوناش بالله الاشتراك. والسلام عليكم. بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي. انا وعدتكم ان انا لسه يخبز يعمل كيكه يعمل اي معجنات عشان الجمعه. والوقت انا خبزت عيش اهو، نشوفوا ما شاء الله. احنا الوقت تقريبا بعد المغرب خلص والعيش هتأذن اهو. عجنت وخبزت عيش. قلت ايه العيش افضل لي، عشان ان عملت غاموس، ان عملت ملوخيه، ان عملت باميه للفطار بكره الجمعه ان شاء الله من غير مقاطعه. قلت يبقى عندي العيش افضل لي من اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، عمل 5 اكياس من العيش. وده 1 2 3 4 5. ده العيش اللي هو الفلاحي انتوا عارفينه اللي انا بخبزه على طول اهو. ما شاء الله شوفوا العيش، عيش نضيف وحاجه نضيفه. انت اللي خبزاه وانت اللي عاملاه في بيتك افضل من الكيك. الكيك ده وجبه يوم واحد وتفضلنا. لا ده ايه عيش تغمسي بيه، تعملي بيه باميه، تعملي ملوخيه، تجيبي طعميه، تجيبي فول، تجيبي بيض، تعملي اي حاجه. يبقى عندك عيش تغمسي منه احسن ما من انك كيكه هتبقى كيكه والشاي ويوم واحد، او مثلا هتفطر منها وبعد كده خلاص ما عادتش نافعه. وما ينفعش بالكيكه برضو ان انت هتغمسي اي حاجه تانية تعملي جنبها غموس، لا. انما ده كله دوسي. لو بلح اسمر اللي احنا جايبينه من السوق النهارده هتغمسي، هتحمريه بحته سمنه وهتغمسي بقى طعميه، فول، جبنه، ملوخيه، باميه، اي حاجه. الحمد لله يا رب يجعل الخير في بيتنا وبيت المسلمين. وما تنسوش يا حبايب قلبي النهارده بقى هو المغرب بتاع الخميس اذن اهو. ادعوا لجميع موتى المسلمين في ليبيا والمغرب وفي كل مكان ان ربنا يرحمهم ويتغمدوا بوسع رحمته يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. اللهم داو جرحاهم يا رب العالمين، اللهم داو جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. اللهم ارحم جميع شهداء المغرب، اللهم ارحم جميع شهداء ليبيا، شهد لقمة العيش يا رب. ارحم شهداء ليبيا اللي هم شهداء لقمة العيش يا رب، ارحمهم وتغمدهم برحمتك الواسعة. وارحم موتى المغرب، اللهم امين. وعافي مبتلاهم يا رب العالمين، يا رب عافيهم وعافي جرحاهم يا رب العالمين، اللهم امين امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم جميل معطر كده بذكر الله، لا اله الا الله. اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله، الله اكبر. انا بس ايه هديكم نبذه كده عن فطرنا مع العيش الفلاحي اللي احنا خبزناه امبارح. احنا النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم يا حبايب قلبي. انا حبيت ادخل فيديو الفطر حته كده من الفطار بتاعنا بتاع الجمعه مع فيديو المشتريات، عشان اعرفكم ان احنا عملنا فطار راموس كده هو مع العيش. ربنا يجعل الخير والرزق في بيتنا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. صباحكم صباح جميل معطر. معنا هنا فول، ومعنا تونة، ومعنا بتاع قتة، ومعنا طعمية، ومعنا
مينفعش تقولي عيش فلاحي الا لما يكون معاك الجبنه المش الفلاحي ديت اهو يا حبايب قلبي. وده بيكون شكل فطارنا هو من بعيد. يا رب يعجبكم. انا قلت بس اعرفكم احنا هنفطر ايه مع العيش الفلاحي الجميل اللي احنا خبزناه امبارح ده، بدل التكه وكل الكلام الفاضي ده. لا، لازم يكون الفطار يوم الجمعه ده فطار حلو، فطار مميز عشان ولادك اللي قاعدين من المدارس، لا جوزك اللي قاعد من الشغل، لا انتوا اللمه نفسها بتاعت يوم الجمعه. صباح العسل والجمال عليكم يا حبايب قلبي. يا رب تكون جمعة مباركة. وصلوا أكثرهم الصلاة على النبي النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حبايب قلبي أسيبكم بقى. النهاردة فيديو مختلف جدا، هنغسل البطاطين بقى عشان قبل الدراسة بقى. كل سنة وانتم طيبين. ولو قدرنا نغسل السجاد قدرنا، ما قدرناش يبقى برضو بكرة إن شاء الله. بس انا قلت ايه اعرفكم احنا نعمل ايه بس النهارده كده. صباح العسل والجمال على عينكم.